مع سلسلة حلويات العيد وكاطونا نهار اليوم سميتو أنا صابلي سنيكرز باسكو فيه الكراميل فيه الكاوكاو والصابلي. واش نقولكم يا البنات، قد ما نحكي لكم على وجوهكم مع ضيافكم هذاك الصابلي يجي خفيف وهشيش ما شاء الله يدوب في الفم. وشوفوا لي هذيك الكراميل ما شاء الله، يعني فريمون وصفة هايلة يا البنات، ان شاء الله تعتمدوها العيد. خليكم مع الفيديو تشوفوا التفاصيل. بسم الله على بركة الله وصد سماك حبيب الله. راح نجوزو نخدمو لاباط صابلي ديالنا. شوفوا يا البنات عندي 125 غرام مارغرين تكون بدرجة حرارة المطبخ. انا المارغرين ديالي شوية باردة، درت لها هكذا دورة خفيفة في الميكرووند، حطيت معاها تلت مغارف يكونوا بيان بومبي هكذا تاع سكر غلاس ما يعادل 75 غرام. راح نخلطهم مليح مليح مع بعضهم هكذا حتى يتجانسوا. حطيت تلت مغارف يكونوا كبار هكذا نتاع الزيت، حطيت حبة بيض تكون كاملة، حطيت رشة ملح ومغرفة صغيرة هكذا تاع لافاني، وحطيت زوج مغارف بيان بومبي نتاع كاوكاو اللي كنت حمسته ورحيته في المويه البنات ما يعادل 40 غرام، وحطيت مغرفة تكون بيان بومبي نتاع مايزينا ما يعادل 30 غرام، ومغرفة نتاع كاكاو ما يعادل 25 غرام. نخلط كامل المكونات هكذا مع بعضهم، ودائما نحكم سباتشولا هكذا في يدي ونحبط هذوك الجوانب باش نضمن المكونات يعني كامل تجانسوا مع بعض. ونبدا نضيف الفارينه بالتدريج، واكيد لازم نغربلها باش هذيك الصابلي ديالي تجي خفيفه ومهويه. نحط هكذا على راس مغرفه خميره كيميائيه ما يعادل 2 غرام، ونبدا نلايم هكذا يا البنات. راني نلايم ونشوف، لازم نلايم اون بات تكون طريه يا البنات، يعني تكون فريمون طريه. علاش؟ باسكو رانا دايرين فيها الكاوكاو يشرب، وانا دايرين فيها المايزينا والكاكاو، يعني هادو في 3 يشربوا، تسمى لازم ديروا حسابكم. انا بعد ما خليتها ريحه، نقولوا درتها في ساشي وخليتها ريحه واحد النص ساعه، شوفوا القوام ديالها كيفاش ولا وكيفاش حكمت روحها. انا نخدم في هاد الليمون هادوما، هاد الليمون هادوما نتاع الكوكياج يا البنات، كاين في المدورين وكاين في الاوفال، وهما نفسهم الا شفيتو اللي خدمت لكم بهم العام اللي فات الحلوه نتاع المنقوشه. وركزوا لي على دوك الليمون المدورين باذن الله، الا كفاني الوقت اشريوهم وراح نخدم لكم بهم واحد الكاطو هايل. نحكم اون بول هكذا، نبسطها في المول ديالي كامل هكذا، نحاول يعني نركز مليح هكذا على الجوانب ونضغط عليهم مليح، نخرج كامل هذاك الهواء الزايد باش ما تجينيش يعني ما تفيدليش وما يعني ما تجينيش منفخه كي طيب. نفينيها هكذا كامل، نحي كامل هذوك الزوائد هكذا بيد، يعني ماشي لازم موس ولا. نحطهم كامل هكذا في سنيوه ونتقبهم بالفرشيطه البنات، نحاول نتقبهم هكذا مليح في الوسط وفي الجوانب فوالا، وندخلهم يطيبوا في الفرن. راني مسخنته 5 دقائق من قبل على 200 درجه يا البنات. ناخذوا لي نقولوا تقريبا واحد 25 دقيقه وهما يطيبوا من التحت. كي شفتهم هكذا يعني نشفوا وطابوا معايا، طفيت لهم من التحت وزدت شعلت لهم واحد 5 دقائق من الفوق باش يزيدوا ينشفوا فوالا. هام ليك بعد ما طابوا لي صابلي ديالي، شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله. نخلوهم حتى يدفاو شويه، يعني ماشي هكذاك وهما سخونين، جست تخرجوهم من الفرن تروحوا ديموليوهم باسكو لاباط راهي خفيفه وهشيشه وراح يتكسروا لكم. شوفوا يا البنات نديمو ليهم بكل بساطه. كي ندير حبه مع حبه هكذا ونلقى الفيد، لازم يا البنات نجوزهم في السيار حتى وين يجوا يعني سوا قيس بعضهم. ودوك نجوزوا للحشو الاول ديالنا. عندي كميه من الكاوكاو يا البنات اللي كنت حمسته مليح يعني حتى ياخذ لون ذهبي بيان فونسي هكذا. راح نطمو بالكراميل. انا لهنا استعملت الكراميل نتاع كابريز، نتوما تستعملوا توفيا ولا اي كراميل توفرت عندكم، وحتى تقدروا تخدموها في الدار. نبقى نضيف هكذا في الكراميل حتى نتحصل على خليط يكون سائل بصح شويه ثقيل. شوفوا يا البنات كي ندير حبه فوق حبه لازم الفيد ما يكونش باش الحبه تجيني متقونه وبيان فيني. راح نعمر الجزء الاول بالخليط اللي خدمناه نتاع الكاوكاو والكراميل، اما الجزء الثاني راح نعمره بالكرانشي تاع شوكولا. شوفوا يا البنات هذا شريته بالميزان، هاد لابوات كومبلي خلصتها 30 30000، وتقدروا تشروا يعني شحال حبيتوا 20000 يوزنوا لكم يعني ما كاش مشكل. الجزء الاول عمرته بالكراميل مع الكاوكاو، الجزء الثاني عمرته بالكرانشي ونضغط عليها هكذا مليح مليح حتى وين تلصق. حاولوا يعني ما تكتروش الحشو حتى يفيض لكم من الجوانب، لا لو كان يفيض لكم الحشو من الجوانب هذيك الشوكولا كي تقلاصيوها راح تطرطق معاكم، الحبه حتى تندى وشوكولا حتى تطرطق هكذا خياتي. قلنا نعمروا الجزء الاول بخليط نتاع الكراميل مع الكاوكاو. هذاك الكاوكاو تقدروا ترحوه شويه خشين ولا تكسروه، انا فضلت هكذا نديروا حب كيما سنيكرز فوالا.
والجزء الثاني عمرته بالكرانشي. تقدروا تعمروه بشوكولا تختيني ولا اي شيء توفر عندكم يا البنات. نحاول نعطي لكم الافكار وانتوما تخدموا بالشيء اللي تقدروا عليه. دوك نجوزو نخدموا الكاناج اللي حنزينوا به حبه الكاطو ديالنا. شوفوا يا البنات عندي 100 غرام نتاع شوكولا امباسادور، ولا تحبوا يعني اي نوع نتاع شوكولا تفضلوه. ندوبهم مليح فوق حمام مائي حتى تطلق هكذا روحها. من بعد نضيف عليها 2 مغارف كبار نتاع مارغرين ما يعادل 80 غرام. نخلط هكذا المارغرين لو شتها يعني ما دابتش معايا، نعاود نرجع الشوكولا على حمام مائي حتى وين دوب هذيك المارغرين معايا تماما كيما هو موضح في الصوره. من بعد نضيف عليهم 2 مغارف يكونوا كبار يعني فريمون كبار نتاع شوكولا تختيني ما يعادل 140 غرام. لازم تخيروا نوعيه نتاع شوكولا تختيني تكون مليحه يا البنات باش الكاناج ديالكم يجي يبري. انا لا مارك تاع شوكولا اللي خدمت بها عيانه يا البنات، يعني الكاناج ما خرجليش كيما المعتاد. هذه يعني النصيحه ديروها في بالكم. خلطهم هكذا مليح مليح. شوفوا يعني جوست نحطوا له شوكولا تختيني هذاك الكاناج راح يتقل معانا. شوفوا هكذا راح نغطيه بابي فيلم ونخليه واحد الساعتين 3 في الفريجيدار، ولا تقدروا تخلوه ليله كامله يبات برا ماشي في الفريجيدار يا البنات. ودوك نجوزو نوجدوا الشوكولا اللي حنا كلاصيو بها الكاطو ديالنا. انا استعملت باكي هكذا نتاع شوكولا بالحليب لا مارك تاج، حطيت لها نص باطه هكذا نتاع شوكولا نوار امباسادور، زدت لها اللون وبنه من 400 كون دوبتهم فوق حمام مائي. زدت لهم 3 مغارف تاع الزيت و3 مغارف نتاع الكاوكاو اللي كنت حمستو ورحيتو هكذا كونكاسي يعني شويه خشين. فوالا ونبدا نكلاصي في الحبيبات ديالي. شوفوا يا البنات كي تكلاصيو الحبه تاع الصابلي ديالكم ضروري تخبطوها مليح مليح باش تحبط يعني كامله ديك الشوكولا الزايده وتدي حقابك من الشوكولا. وكي تحطوها فوق بابي كويسون ولا فوق ساشي بعد الثواني وبدلوا لها البلاصه باش يعني الحبه ديك تجي نقيقيه ما تجيش فيها زوائد وما تبقاوش يعني تنقوا فيها. بعد ما جازت نقولوا واحد 3 سوايع 3 سوايع ونص على الكاناج ديالي هو فريجيدار. شوفوا تلقاوه يابس حجره يا بنات ما تخافوش منه. احكموا خلطوهم مليح مليح بالمغرفه حتى وين يولي لكم بهذا القهوه من الطري هذا. نعمروا هكذا في ان بوش وتخيروا لادوي بيان سور اللي تحبوها. كي نعمروا في لابوش يا بنات ندير هذا العمل يعني نحاول نزيد نعجنوا هكذا كيما راكم تشوفوا باش يزيد يطلق روحه خير وخير. ومن بعد نبوشي دي غوزاس هكذا كيما راكم تشوفوا نحاول نزيكزاغيهم باش تجي الغوزاس هكذا شابه ومتحوفه. شوف بهذا الشكل هذا. ودوك نجوزو للتزيين. شوفوا يا بنات هذا التزيين راهو توندونس عمسنا ما شاء الله. انا تخيرت يعني عيدكم مبارك، كاين صحه عيدكم، كاين عيد سعيد، يعني اشكال مختلفه. انا للامانه كومونديتهم من واحد لاباج هكذا في الفيسبوك باسكو انا كي خدمت هذا الكاطو عندي مده ما كانش متوفرين لي موتيف تاع العيد. دوكا راهم متوفرين في كل محلات بيع لوازم الحلويات ويسواو 2000 فرق للوحده هكذا. لازم تنحيوا له يا البنات هذا النيلون هذا اللي يجي من الفوق باش تولي تبري هكذا، وفيه تاني عفسه من تحت هكذا جوغ مغلفينه هكذا بكارط لازم تنحيوه. هاني نوريلكم بلي يلصق يعني الا حبيتوا ديروه في تلصقوه في اي عفسه واحده اخرى. ونزين به الكاطو ديالي هكذا. شوفوا مع الكاناج يا البنات راح يلصق لكم فاسيلمون. ومن الفوق هكذا راح نحط لمسه خفيفه نتاع ورقه ذهبيه. وهاوليك الكاطو ديالي واجد صابلي سنيكرز. بسم الله ما شاء الله والصلاه والسلام عليك حبيب الله. تحفه تحفه يا البنات ما شاء الله. كاطو فريمون بريزونطابل، حاجه تحمر لكم وجوهكم مع عائلتكم مع ضيافكم، حاجه فريمون اناقه يا البنات. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله شكلا وذوقا يعني ما نبازيوش على الشكل والجمال والاناقه وننساو الذوق. يعني فريمون هذيك الصابلي تدوب في الفم، التناسق نتاع الكرانشي مع الكراميل مع الكاوكاو تحفه روعه يا البنات. كيما الكاناج يا البنات اللي من الفوق اللي تحب دير كاناج اللي معتادين عليه نتاع لا كريم فريش ما كاش مشكل. تحكم يعني كميه شوكولا ندوبها تكون نفسها كميه لا كريم فريش. يعني الا درتو 200 غرام تاع شوكولا ديروا 200 غرام تاع لا كريم فريش. تذوبوا شوكولا في حمام مائي، تسخنوا لا كريم فريش مليح، تخلطوهم مع بعضهم، تغطيوهم وتخليوهم في فريجيدار ساعتين كيما درنا في هذا الكاناج عادي ويشد لكم 8. هاد المقادير اللي مديتهم لكم خياتي خرجوا لي 30 حبه. يعني كي لصقتهم مع بعضهم ولاو لي 15 حبه. الا حبيتوا تضاعفوا المقادير لكم الاختيار. هذا موديل كنت سبق ليا وخدمته كوموند للعمره يا البنات. شوفوا شحال شباب ما شاء الله. حبيت برك نفيدكم بالتزيين هكذا يعني حاجه خفيفه اللي تحب تعتمدوا كصابلي خفيف هكذا. صابلي عادي حبه فوق حبه، لا كريم بوغ كحشوه وفي وسطها شويه شوكولا وصله تنبي. الكاناج خدمت لهنا يا البنات الكاناج تاع لا كريم فريش. شوفوا شحال يجي شباب مي خساره ما يشدش بزاف
بزاف يعني 8 ايام ما يفوتهاش. هذه البنات حبيت برك نفيدكم بالموديل هكذا الا حبيتوا تعتمدوه في حلويات العيد. كملنا وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله نكون كفيت ووفيت وصلت لكم كل كبيره وصغيره باش تجربوا الوصفه وتنجحوا فيها. الى فيديو قادم خليتكم في هذا هو بوكس السعادة فيريرو بوينو. كي تحكمي تاكلي الحبة تحبي ما تخلاص من قط بنينة بواحد لاباط وواحد الفوغاج. الحلوة هذه كلاسيتها رقم واحد من قلت بنتها. تبعوا معايا سهلة وسريعة. اللاباط نحتاجو 250 غرام مارغرين تكون طرية، حبة بيض، نصف كاس سكر ناعم، 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو البني، 3 ملاعق كبار تاع لا مايزينا، رشة ملح وتضربوهم بالباتور. ولا استعملوا يدكم. نزيدوا فارينة ونصف كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي ولا اي نوع مكسرات، ونطموها باطراف الاصابع. خلوا لاباط طريه. انا عندي هاد القوالب تاع السيليكون، تقدروا تستعملوا مام هادوك تاع اللي يديروا فيهم لي تخت. نديروهم هكذايا وندخلوهم يطيبوا على 180 درجه. بعد ما طابوا راح نرابيهم في السكرفات باش نساوي الحبات دياولي باش كي يلصقوا هكا يجوا متساويين. ودوكا البنه كاعيتك هنايا راح نستعمل الفوغاج تاع لا مارك دوكرام تاع فيريرو وبوينو. شوفوا بنه قد ما نشكر فيها قليل، يجي مقرمش. الشوكولا هذيك ماشي حلوه بزاف، فيها ذوق البندق هبال. اذا لقيتوها غير جربوها. وعندكم هديه تاع البوينو تاني بزاف بنينه وفيها هذيك القرماشه. راح ندير نص فيريرو ونص بوينو، وفي زوج بنان وفي زوج عجبوني. دوكا نغلقهم هكا ونحطهم في المجمد يبردوا شويه. بعد ما يبردوا نجيبوا تاع الفيريرو راح نقلاصيها بشوكولا اللي كنت درت لها مكسرات مرحين في الخشن، وتاع البوينو راح ندير لها كلاصاج سامبل وخطوط بالشوكولا السوداء. الوصفه هذه ادمان غير جربوها.